السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله الجميع بخير يا رب. كنت مشغول شوية وما كنتش عايز أطلع أتكلم دلوقتي، لأن السيسي والرجالة بتوعه كنت مجهز لهم حوار حلو كده. بس أنا مشغول شوية، بس في شوية تعليقات من الذباب الإلكتروني اللي عبد الفتاح السيسي بيدفع لهم فلوس من قوت المصريين علشان يطلعوا يردوا كل كلمة حق بتتقال. ده اللي خلاني اطلع اتكلم دلوقتي قبل اي حاجة. يا ابني انت وهو يا لجان يا ذباب الكتروني يا شوية فشلة، يا اللي الواحد فيكم بياخد 2000 جنيه ويروح 2 كيلو لحمة. خدوا ياما اعمل لنا حتة اللحمة دي بفلوس وقوت الغلابة في مصر. ده ذباب الكتروني بيدفع لك فلوس علشان تطلع ترد كل كلمة حق. فانت عيشتك حرام واكلك حرام ودنيتك كلها حرام في حرام، زي الحكومة بتاعتنا. تعالى اوريك كده نبذة بسيطة. الدكتور سامح حسين ابن المنيا، الراجل ده دكتور سامح حسين في كلية ألبرت في نيويورك. أمريكا بتكرمه وبتعمل له، عاملة له جايزة واحتفالات وتكريم وطايرين بيه طير من على الأرض. دكتور سنه 28 سنة، مصري الجنسية، اخترع جين لعلاج جلطات القلب في أمريكا. دكتور 28 سنة سنه، عمره 28 سنة، واحنا لسه قاعدين جنب احمد موسى وابراهيم عيسى والسيسي ومصطفى مدبولي وشوية ناس كلهم على بعض كده ما ينفعوش يديروا مجلس محلي جوه قرية. افقروا الدولة وجوعوها وطلعوا عينين حباب عينين الغلابة على الارض، ومش عاجبهم بيأجروا ذباب الكتروني ولجان وعيال صيع فشلة. العيل ياخد 1000 جنيه ويطلع يقعد يرد هنا ويكتب هنا أو بينحف أي حد، وبياخد ال1000 جنيه وبيروح. أو هو بياخد ال1000 جنيه وهو نايم في بيته بالتليفون بس. خد بالك، خد يا أما هاتلنا كيلو لحمة نتغدى ب1000 جنيه من قوت الغلابة السيسي دافعهم لي علشان أطلع أعرض وأطلع أضلل، وفي الآخر هتروح تقف قدام ربنا. ده إذا ملحقناكش إحنا كالشعب، يعني إذا ملحقناكش لما تروح عند ربنا هتقف قدامه تقول له كنت بعمل ايه انت والسيسي. شفت دكتور عنده 28 سنة، شاب مصري عنده 28 سنة، اخترع جين لعلاج جلطات القلب في كلية ألبرت في نيويورك في أمريكا وبيتكرم. طب الناس دي ما بتقعدش عندنا في بلادنا ليه؟ الناس النظيفة دي اللي هي تقدر تفيد البلد ما بتقعدش ليه؟ عشان احنا بيحكم بلدنا عصابة. سيبوكوا بقى من أجواء الحرب والحاجات البتنجان اللي انتم عايشين فيها دي. احنا ولا هنحارب ولا حد هيجي ناحيتنا، لان احنا اللي ظابطين الامن في المنطقة في الشرق الاوسط. اي حد هيفكر ان هو ينكش مع مصر يبقى كده الدنيا خربت خالص وخربت على دماغه، ومش هيعرف ينفذ المخططات. فهو سايبين مصر ايه للاخر لحد ما يشوفوا هيعرفوا هيفكروا يعملوا ايه معاها بالظبط. دي مش موضوعنا. ما تعيشوناش في اجواء حرب وتعيشونا في اجواء ملهاش اي 30 لازمه. مصر لا حد هيقدر يجي ناحيتها ولا الكلام الفاضي دوت. طيب احنا بقى في حاله حرب والناس دلوقتي بتجوع تتقشف بقى لها 15 سنه معاك يا عبد الفتاح يا سيسي. النهارده انت بتدي الاردن احتياجاتها الخاصه من نقص الغاز من عندنا من مصر. مش لما الراجل اللي عنده اسره يعرف يملى انبوبه يطبخ بيها البيت الاول انت تبقى تدي للاردن؟ انت عمال تدي للاردن غاز والاسرائيل غاز. يعني انت اديت الغاز بتاعنا لاسرائيل واحنا بنرجع نشتريه من اسرائيل تاني. ابار البترول بتاعت راس شكير دي راح لمين ديت؟ يعني الواردات او العائد الدولاري بتاعها فين او رايح فين او جاي منين؟ انا عارف ان راس شكير اللي انا بقولها دلوقتي يعني معظم 3/4 المصريين اول مره يسمعوا الاسم ده، راس شكير. ابار بترول راس شكير العائد الدولاري بتاعها فين؟ طيب ابو سنان ال41,000 فدان. حقل ظهر اللي احنا جبنا جول يا مصريين وماس قاعد عمال بتمثل فين؟ ال8 موانئ اللي اديتهم الخليج الخلايجه الخونه
اللي بيمولوا الآلة الحربية الإسرائيلية ضد أطفال غزة. وانت يا عبد الفتاح السيسي مشترك معاهم في إغلاق المعبر، لأن انت بتضايق الخناق على حماس، بينك وبين حماس عداوة. قتلت أطفال غزة كلهم بإغلاق المعبر وبمحاصرتك لسكان رفح. اوعى تفكر ان انت بريء وان انت راجل مؤمن لا 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 لا. انت بتمثل وعندك اجندة ماشي بيها صح، والعصابة اللي انت مجندها حواليك كلها معروفين بالواحد، وكلكم صهاينة، كلكم صهاينة. اطباء زي ديت ومستويات زي ديت ومهارات زي ديت زي الراجل دوت، ليه الحاجات دي ما بتقعدش عندنا في بلادنا؟ زي الدكتور صلاح جودة الله يرحمه، الله اعلم مات ازاي، ربنا اللي يعلم. الخبير الاقتصادي صلاح جودة ده، لو انت كنت خدته في حضنك يا عبد الفتاح السيسي، الراجل ده كان ممكن ينقل مصر الناحية حتة تانية. دكتور صلاح جودة عارف كل حبة رمل في مصر فيها ايه، ودي هنا ايه، وثروات مصر ايه. معرفش الراجل ده مات ليه بدري كده في النادي الاهلي، بعد ما اكل وجبة من جرسون شغال تقريبا في النادي الاهلي، وتقريبا البواقي بتاعت الاكل بتاعته القطط اللي في النادي كلتها وماتت مع صلاح جودة. مش عارف دي بقى شبهة جنائية ولا كده، دي خلاص كده الاسفلت اتسفلت عليها واتردمت. ما هو انا بتاع القديم، اي حاجة هتردموا عليها انا هطلعها له. نعمة مهدي راحت فين هي وبنتها؟ اختفت اختفاء قسري. قطعتوا الكهرباء عن المنطقة وقبضتوا عليها، الله اعلم نعمة مهدي فين، الله اعلم نعمة مهدي فين. مدرس المنصورة طلعت اتكلمت عنه مرة قبل كده، وبعد ما اتكلم معايا وبعت له حب يطلع معايا لايف، لانه اشتكى لكل الجهات الامنيه في مصر ومحدش عمل له حاجه. كان مضطهد من افراد من جهاز امن الدوله ومن شغله في المدرسه. وبعد ما طلب يطلع معايا لايف وعرضت صورته ومحادثاته في الفيديو، الراجل ده حول الله يا رب اختفى كمان، ما عادش باين، حتى جيرانه ما يعرفوش عنه حاجه. كلكم شويه مجرمين، وكلكم ملكوش لازمه، ولا بتفهموا اقتصاد ولا بتفهموا اداره دول ولا اي حاجه. بتضحكوا علينا وبتشتغلونا. الناس النضيفة والعباقرة كلهم هربوا بره أو اتسجنوا. أما اللي باقي دلوقتي أحمد موسى، إبراهيم عيسى، عمرو أديب، نشأة الديهي. أحمد موسى ونشأة الديهي، مصطفى بكري صاحب كتاب سعودية الجزيرتين. بعد السيسي ما باع جزيرتين تيران وصنافير لمحمد بن سلمان، مصطفى بكري المعرض الكبير ده معرض كل الاوقات وكل الازمنه، معرض متنوع. مصطفى بكري بعد عبد الفتاح السيسي ما باع الجزيرتين لمحمد بن سلمان وخد الشنطه، شطب الدور التاني في القصر بتاعه، كان متكلف 3 مليار الطابق الواحد. فباع الجزيرتين وخد الشنطه. مصطفى بكري بعد ما السيسي خد الشنطه طلع عمل كتاب تعريض لعبد الفتاح السيسي ان الجزيرتين يعني ايه، اسم الكتاب سعودية الجزيرتين، بعد ما كانوا مصريين وموقع استراتيجي لمصر وامن قومي استراتيجي لمصر وكل حاجة لمصر، وهم مصريين وامن قومي مصري ومنطقة تعتبر يعني ظهر للجيش وموقع استراتيجي ممكن تحكم العالم من الجزيرتين دول. وعشان كده محمد بن سلمان عايز ياخد الجزيرتين ويديهم لامريكا تعمل قواعد فيها عشان تحمي البحر. محمد بن سلمان، قطر، محمد بن سلمان، الامارات، كلكم شويه معيز دفعتوا لترامب مليارات وتريليونات وجبتوا له نسوان يرقصوا له، وفي الاخر ايران بتضرب فيكم. ايه يا ترامب، ايه الاخبار؟ احنا دافعين حمايه يا باشا. لا والله انا حمايه القواعد اللي بتتضرب دلوقتي عندكم مش من اولويات امريكا، مش من اولوياتنا. شفتوا بقى ان انتوا شويه تربيه معيز في خيم، محدش هيقدر يحميكوا الا المموه المصري، الفراعنه
هم دول بس اللي يعرفوا يحموكوا في المنطقة. انما انتوا شغالين ضد الجيش، وبتشتغلوا على افقار وتجويع الشعب المصري من خلال شراء اصوله جوه الدولة، وهو ما يعرفش حول الله الشعب اصول رايحة فين وجاية منين، ولا يعرف حاجة. مواني خدتوها، مدن خدتوها، اتهجر اهلها وخدتوها، جزيرة الوراق بيتدب في اهلها وهتاخدوها. وفي الاخر خالص خالص خالص، بعد الحبل اللي احنا مطولينه ما يخلص، العصابة اللي بعت لكم ديت يا خلايجة هيتمدوا على رجليهم وهيتكبوا في الزبالة، في مزبلة التاريخ. وانتوا البيع كله باطل، ملكوش عندنا ولا مينا ولا سفينة، خدناش حاجة، شفناش حاجة، ما نعرفش حاجة. واحنا اتفاقيات الغنم ملناش فيها، اتفاقات بتاعت الغنم وتربية الخيم ملناش فيها. يا ممولين الآلة الحربية الإسرائيلية ضد أطفال غزة. أحمد يا موسى أنت حبيبي وأنا ما بقدرش أنساك في أي فيديو. أنا عايزك تتنطط وتترقص وتعمل كل اللي أنت بتعمله ده براحتك، عايزك تشبع. بس اعرف إن كل حبل ليه آخر، لما الحبل بيقعد يطول ليه آخر. طالع عمال جوعه تكشفه وتحذر وتخوف وتشخط في الناس. يا احمد يا موسى انت عندك فيلا في الساحل وفيلا في اكتوبر وشاليه في مارينا، وبتصيف هنا وتشتي هنا، تلاجات في بيتك، غرف مليانة عبارة عن تلاجة، غرف عبارة عن تلاجة، متعلق في خد ضاني وسمك واسماك وخضار ولحمة، خد بالك، وعندك خدامين بيخدموك بيمسحوا لك البيت وبتاع، مرتبات عالية وكده. احنا ملناش دعوة يا احمد يا موسى باللي انتم عايشيننا فيه ده. والله العظيم يا احمد يا موسى، كل القصور والفلل والشاليهات اللي عندك ديت على الشواطئ بتاعت مصر دي، وربنا لا هتتاخد منك وهتشتغل لحساب الغلابة. ده احنا لو هنفتحها متاحف، الاثارات عندنا مفيش اكتر منها، احنا بلد الفراعنة، عندنا خير موجود. القصور بتاعتكم دي كلها كده هنطلع من تحت الارض او من المخازن، وهنفرش القصور ديت متاحف، ويجي السياح من بره بتيكت حجز من بره على المتاحف ديت، يجوا يزوروا المتاحف ويدفعوا عملة صعبة، الشعب يستفيد منها ونعيش كده حبايب. انما تشتغلونا غاز متهرب بره، الغاز متهرب بره، بترول متهرب بره، ثروات مصر متهربة بره، آثار بيلاقي عائد دولاري متأجر في جميع متاحف العالم بره، الدكاترة الأطباء النظيفة الناس العلماء الكبار اللي يقدروا يفيدوا الدولة بره. كل حاجة في مصر متهربة بره، مفيش حاجة في مصر موجودة إلا الإعلام المضلل، بيشتغل على التعتيم الإعلامي، على تضليل المواطن، على تهديد المواطن، على ده انتوا بلاويكم معانا كتير، انتوا بلاويكم معانا كتير. الناس اللي بتقول لي يا خاين ومين اللي بعتك، انا لا خاين ولا حد بعتني ولا اي حاجة خالص. انا مواطن مصري من قلب البلد، ابن ناس فلاحين، ياما لبخنا في الطين في الغيط انا واهلي، وزرعنا طماطم وبطاطس، وانتجنا للدولة رز وفول وقمح وذرة. انما انت بقى، انا لما انا خاين، لما انا خاين واهلي بيلبخوا في الطين يزرعوا محاصيل ويصدروا للدولة، وبيدعموا الدولة في الاقتصاد الغذائي، وفلاحين وبنلبخ في الطين وبنفيد الدولة، دي كده خيانة. لما امال السيسي بيعمل ايه؟ يعني ابار البترول كلها مفيش فيها بير للشعب، كل الابار متباعة ومتاخد فلوسها ومحطوطة للحكومة في صناديق خاصة في غرف نومهم، والشعب لا باع ولا شاف ولا يعرف ولا حاجة، ومعيشين الشعب في وهم كوابيس معيشين الناس فيها. كل ده يا رجالة، يا إعلام، يا مصري، يا بكري، يا ديهي، يا أحمد، يا موسى، كلكم طابور واحد في محاكمات وأخذ ثروات اللي نهبتوها من دم الغلابة. كلكم هتقفوا طابور وهتتحاسبوا،
وكل واحد فيكم شغله شاهد عليه. فيديوهاتكم مش محتاجة، هي شاهد عليكم، اللي انتوا بتعملوه شاهد عليكم. واعملوا اللي انتوا عايزينه وشوطوا فينا واعملوا اللي انتوا عايزينه، بس وقت ما هتيجي القفلة محدش فيكم هيعرف يهرب بره مصر. محدش هيعرف فيكم يهرب بره مصر. انا عندي خطة مش عايز احط خطط دلوقتي، لان انا شايف المنطقة حوالين مصر مولعة. فانا مش عايز احط خطط وجيش واعمل، بس اقسم بالله العظيم الخطة اللي هحطها لكم، الخطة العبد الفقير اللي هحطها لكم مش هتخر المية، هتبقى جلبة محكومة. الطيارة بتاعت الهروب ملكة السماء بتاعتك عبد الفتاح السيسي، العجل بتاعها مش هيلف لفة واحدة. على بال بقى ما نشوف هنبيعها لمين، وفي نص مليار بتاعها هنعمل بيه ايه للغلابة اللي زحفتهم على وشهم. ونشوف بقى الحاجات الممتلكات والثروات والروايات دي كلها، ندفع تعويضات للناس اللي دخلت السجون. ونشوف البلد بقى نظبطها، الغلبان يرتاح ويعيش عيشة كريمة، وانتوا تخشوا السجن، ثرواتكم ترجع لينا. الآبار البترول كلها نلمها كده، واخد بالك، نلم الآبار والمواني نلم حاجتنا اللي بعزقتوها ديت. الخلايجة الخونة ممولين آلة الحربية الإسرائيلية ضد أطفال غزة، دول هنكبهم في الزبالة. ولا ليهم عندنا مدن، ولا رأس حكمة، ولا رأس جميلة، ولا رأس شكير، ولا أبو سنان، ولا أي حاجة. ما شفناش حاجة يا باشا، وما خدناش منكم حاجة، وما نعرفش حاجة. كله باطل. والرجالة اللي باعوا لكم هيخش السجن، والأموال اللي هم مخبينها عندكم خدوها. اما يا خلايجة ابعدوا عن مصر، ابعدوا عن مصر. تمويل ميليشيات في السودان زي حميتي ضد جنودنا وضد بلدنا وضد. تمويل سد النهضة في اثيوبيا ضد مصر وضد. ورايحين تشتروا من عندنا مواني واراضي وروايات. والله كل ده باطل. انا بقول لك كل ده باطل. ليه؟ لان احنا كشعب مصر 120 مليون بني ادم بنقول لك باطل، وما شفناش حاجه وما نعرفش ومحدش قال لنا. ولا عندنا برلمان مصر طلع قال لنا هنبيع، ولا العائد فين الدولار بتاعهم، ولا اي حاجه، ولا نعرف حاجه. الناس دي بتبيع. السيسي وعدد من الافراد من معاونيه بعد قاده الجيش من ضمن عصابه السيسي، شله مع بعضيهم مقسمين البلد لحسابهم. المنى دي بتاعتي، والميت فدان دول بتوعي، دول ازرعهم خيار، دول ازرعهم طماطم. العساكر تقف تبيع في الشوارع لحساب اللواءات وحساب شوية ناس مالهمش اي 30 لازمة في الدولة، ونهبين الشعب وثرواته وفلوسه بره في امريكا، بيستثمروها في امريكا. وبعدين بس ايه، احنا نجوع ونتقشف ونعمل ترشيد في الكهرباء اللي مصطفى مدبول عمال يبيع فيها بره، وعيشتنا سودة معاكم، لكن انتوا عايشين محدش فيكم حاسس بحاجة. اقل واحد فيكم عنده المطبخ في بيته بيشتغل فيه 30 بني ادم في المطبخ، عشان مصطفى مدبول هيتغدى في البيت عنده 30 40 واحد في المطبخ. المطبخ ممكن تمشي فيه راكب عربية. ما تشتغلوناش يا عصابة، ما تشتغلوناش. مش هنقول لكم ادونا حقنا والكلام ده، ما عادش ينفع، لان انتوا مش هتدوا حاجة. انتوا لازم تتمدوا على رجلكم في الوقت المناسب. كل الثروات اللي نهبتوها ترجع في الوقت المناسب. كل العوائد الدولارية بتاعت ثرواتنا اللي متأجرة في المتاحف اللي بره على مستوى العالم ترجع في الوقت المناسب لصندوق للشعب، ونظبط وضعنا ونظبط الدنيا ونعوض القرف اللي ورطوه لنا والفقر اللي عايشتونا فيه علشان انتوا تنبسطوا. انا ما كنتش عايز اطلع اعمل اي فيديوهات، لكن انا طلعت عشان خاطر اللي بيقول لي يا خاين. انا اللي خاين دلوقتي. اراضينا متباعه، والموانئ بتاعتنا متباعه، ومؤسسات الدوله متباعه، ومع الشعب ما يشوفش منها اي عوايد. والسيسي عمال يحط في صناديق خاصه ليه هو في جيبه هو والعصابه بتاعته، والشعب زحف على وشه. وطلع تقول لي هو انت عشان واخد 1000 جنيه يا لجنه
يا ذباب يا الكتروني، عشان واخد 1000 جنيه من السيسي تطلع تضلل الحق؟ هتروح تقف قدام ربنا تقول له ايه؟ كنت بردم على الغلابة. ان شاء الله الفيديو الجاي يا رجالة انا مجهز لك فيديو محترم عبد الفتاح السيسي انت والعصابة بتاعتك. وقبل اي حاجة بقى، قبل ما اقفل الفيديو، عشان ما يجيش واحد لجنة يقول لي خاين او مين اللي بعتك او الكلام ده، انا عايز اقول لك يا باشا انا مصري 100%. بحب بلدي اكتر من السيسي. السيسي مش مصري، السيسي عميل مزدوج. السيسي بيتجهز بقاله 30 سنة، من ساعة ال49 ضابط اللي اتضربوا في الجو في الطيارة. هو كان ال50 بتاعهم قاعد في امريكا، وال49 من ساعة دي هو بيتجهز. عبد الفتاح السيسي جاي بأجندة بينفذها. عبد الفتاح السيسي مش مصري. عبد الفتاح السيسي مش هو اللي بنى الجيش. عبد الفتاح السيسي مش هو الجيش. تحية للقوات المسلحة المصرية، اللهم احفظ جنودنا، احفظهم يا رب. وحوش رجالة، جيش مصر رجال، إلا بعد القادة من زملاء السيسي اللي هم في القايمة، في قائمة المحاكمات، دول على جنب. انا بقى ماليش دعوه بايران ولا روسيا، انا ما بتكلمش في حروب، انا بتاع القديم، انا بطلع للسيسي اللي بيردم عليه.